تعال السؤال المعهود اللي بيجي، السؤال ده بيجي في امتحان الشهادة الدولية بتاعت الايلتس في انترفيو. لماذا ندين السلامة والصحة المهنية؟ او ليه لازما يكون عندي إدارة سلامة وصحة مهنية داخل اي موقع او اي منشأة؟ 3 اسباب يخلي اي موقع او اي منشأة تهتم بوجود إدارة السلامة والصحة المهنية. هل السبب الاول هو سبب اخلاقي او السبب المعنوي مولر او ريزون؟ يعني ايه؟ بصوا يا جماعة، احنا مش جهة انتاجية، مش ادارة انتاجية، انما انت دورك في الموقع ايه؟ حماية العاملين والحفاظ على صحتهم وحمايتهم من الاصابة والامراض. ده يعتبر هدف اخلاقي في حد ذاته. انقاذك لحياة زميلك في العمل، ده يعتبر هدف اخلاقي. ومعنوي دي معناها ايه او يعني ايه؟ تعال نقارن ما بين 2. واحد شغال في شركة، الشركة دي مفيهاش سيفتي. يعني ايه مفيهاش سيفتي؟ يعني مفيش حد يقدر يقوله فين الصح وفين الغلط طالما مفيش سيفتي. سايبه يشم غازات السم على انها غازات عادية، سايبه يشتغل على سقالات والمواسير بتاعتها متاكلة والألواح متكسرة، سايبه يشتغل على معدات متهالكة، سايبه يشتغل من غير مهمات وقاية شخصية أو وقائية، PPE. مفيش أصلا سيفتي ولا ايه؟ PPE مهمات وقاية شخصية، تمام كده. ولو اتصاب عينوه بره الموقع او بره الشركة. هل الراجل ده معنويا هيبقى شغال وهو مطمن؟ زي واحد تاني عارف ان في واحد بتاع سيفتي مسؤول سلامة موجود في الموقع، الراجل ده دوره بس جاي عشان خاطر يحافظ على حياته